السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حبايبي الحلوين، عاملين ايه؟ يا رب دايما تكونوا بألف خير. النهاردة ان شاء الله هنعمل مع بعض النوتيلا. هنعملها بالطريقة الأصلية بنفس القوام وكمان المطة للنوتيلا الجاهزة. هنعملها وكل اللي هيدوقها عندك هيقولك استحالة تكوني عاملاها في البيت من جمالها وطعامتها، بنفس الطعم وبنفس الشكل واللون وكمان الريحة. النهاردة النوتيلا بتاعتي معمولة بطريقة مظبوطة ومضمونة 100%. ان شاء الله هتعمليها وهتعتمديها طول ايام المدارس. هتنفع للسندوتشات للولاد في المدرسة، وكمان ممكن تحشي بيها المعجنات وتزيني بيها الكيكات. تعالوا كده واحدة واحدة نسمي الله ونشوف الطريقة بتاعتي عبارة عن ايه. بس الاول نسمي ونصلي على سيدنا محمد عليه افضل الصلاة والسلام. وما تنسيش الفيديو لو عجبك اللايك الحلو بتاعكم والاشتراك في القناة وتفعيل الجرس عشان يوصلك كل فيديوهاتي اول باول. يلا نسمي الله ونشوف المكونات وكمان طريقة التحضير. نقول بسم الله. والنوتيلا بتاعتي النهارده هعملها على خطوتين، ودي اول خطوه عندي. هحتاج لكوبايه من اللبن ونص كوبايه من السكر، وهحتاج لكيسين من النسكافيه بطعم البندق، وهحتاج لست مكعبات من الشوكولاته. هي دي الخطوه الاولى بتاعتي. بتجيبي الحله بتاعتك وبتنزلي بكوبايه اللبن وعليها نص كوبايه السكر وكيسين النسكافيه، تدوبيهم كده على البارد، وبعد كده هنرفعهم على نار متوسطه. انا عايزه الخليط بتاعي ده يسخن ما يغليش، يعني عايزاه يسخن كده عشان اللبن ياخد طعم وريحة النسكافيه البندق. تعالي بقى لخطوة الشوكولاتة. أنا هحتاج لست مكعبات من الشوكولاتة. الشوكولاتة اللي أنا مستخدماها شوكولاتة سما العادية. ممكن تستخدمي شوكولاتة دريم اللي هي بتبقى بالحليب، أو كمان قطع الشوكولاتة المكعبات اللي هي بتبقى سايبة. أي شوكولاتة متوفرة عندك اعملي بيها. هبتدي إن أنا آخد الست مكعبات بتوعي وأقطعهم كده بالسكينة تقطيع صغير. أنا كده كده مش فارقة معايا، لأن أنا هنزل بيها في الخليط. أهم حاجة بس إن هي إيه، تبقى متقطعة صغير عشان تسيح معايا. ما تغلبنيش. تمام. انا هنا ابتديت ان انا ارفع الخليط بتاعي على النار. زي ما قلت لك انا مش عايزاه يغلي خالص، لا انا عايزاه يبقى كده ايه، سخن، لمجرد بس ان انا ادوب فيه الشوكولاته بتاعتي، وكمان ياخد من نكهه وطعم ريحه البندق وطعم البندق اللي في النسكافيه. وهنا الخليط بتاعي ابتدى ان هو يسخن زي ما قلت لك. هنزل بقى بمكعبات الشوكولاته او قطع الشوكولاته كده وادوب فيهم. انا طبعا طفيت على الخليط، يعني انا مش محتاجه غير ان هو يسخن بس عشان يدوب لي الشوكولاته. هبتدي ان انا اخدها بقى كده على الرخامه واقلب فيها تقليب مستمر. لمجرد دقيقه هتلاقي الشوكولاته بتاعتك ساحت خالص. ودي كده اول خطوه. لازم تسيبي بقى الخليط بتاعك ده يبرد شويه. تعالي بقى للخطوة التانية. عندي الخلاط هحط فيه كوباية من اللبن، وعندي نص كوباية من الكاكاو المحلى اللي احنا بنشربه، اللي هي الكاكاو اللي احنا بنستخدمها وبنشربها عادي، وعليها بس معلقتين من الكاكاو الخام. وهنزل بكوباية من اللبن البودر وثلاث معالق كده كبار من الكريم شانتيه. هي دي المكونات التانية معايا. تمام. يبقى هقولها لك تاني. انا نزلت بكوبايه من اللبن، عليها كوبايه من اللبن البودر، عليها نص كوبايه خليط بين الكاكاو المحلى اللي احنا بنشربه ومعلقتين من الكاكاو الخام، وكمان حطيت 3 معالق كبار من الكريم شانتيه. ابتديت ان انا اضربهم كده ضربه حلوه. الخلاط هيمشي عادي، ما فيهوش اي حاجه، مش هيقف معاكي ولا حاجه. بعد كده هنزل بالخليط بتاعي بعد ما يكون ايه، هذا خالص. انا هنا ابتديت ان انا استخدم الاسباتولا بتاعتي عشان اساعد الخلاط ان كل المكونات تختلط ببعض. يعني بصي الخلاط زي ما انت شايفه كده الخلاط شغال، ما فيهوش اي مشكله. ناقص خطوه واحده بس معايا، والخطوه دي هتبداي بقى ان انت ايه، تهدي كده على الخلاط بتاعك. عندي هنا كوبايه من الزيت، عليها نص كوبايه من الزبده السايحه. تمام. هي دي ماده الربط اللي انا هربط بيها النوتيلا بتاعتي. طب ممكن استخدم زيت بس؟ اه طبعا ممكن، بس اضافه نص كوبايه الزبده هتعزز طعم النوتيلا وهتبقى غنيه كده، مش هتفرقيها عن الجاهزه. لو متوفر نص كوبايه الزبده يا ريت تحطيها. انا عندي هنا نص كوبايه زبده، عليها كوبايه من الزيت. هشغل الخلاط بقى وانزل بيها سرسوب واحده واحده. اهم خطوه هنا ان انت تنزلي بالزبده والزيت بتوعك واحده واحده عشان القوام بتاعك يبدا ان هو يربط. لو نزلتي بالخليط كله مره
مرة واحدة او المادة الدهنية، هتلاقي القوام بتاع النوتيلا مش هيربط معاكي ولا اي حاجة. وهنا بقى هيبدأ الخلاط بتاعك ان هو يتقل معاكي في الضرب. هتبدأ ان انت تضربي كده ضرب متقطع عشان بس ايه الخلاط بتاعتك ما يحصلوش حاجة. انا هنا لقيت القوام بتاعي لسه خفيف، زودت كمان معلقتين من الزيت، يعني اخدت مني كوباية كبيرة مليانة من الزيت، عليهم نص كوباية من الزبدة، وكمان معلقتين من الزيت. طبعا ممكن تربط معاكي على طول. بصي انا بنزل بالزيت كده واحده واحده والخلاط شغال. دي اهم خطوه في النوتيلا بتاعتك. خلاص بعد القوام بتاعي ما اتظبط معايا، تعالي بقى عندك برطمانات ازاز، عندك بولات تحطي فيها زي ما انت حابه. عندك اللي هو الجيركن الصغنن بتاع الايس كريم والحاجات دي، اي حاجه بس يكون ليها غطا كده وتكون نظيفه كده ايه ومحكمه الغلق. هبتدي انزل بقى بالخليط بتاعي. طبعا انتوا شايفين القوام بتاعها خفيف، عشان ما تنسوش ان احنا حاطين الخليط بتاع النسكافيه والشوكولاته دافي. فاول ما تحطيها في التلاجة القوام هيختلف تماما زي ما شفتيه كده اول الفيديو. طبعا هتفضي بقى الخليط بتاعك كله في برطمانات زي ما قلتلك، بس اهم حاجه البرطمان يكون متعقم كده وناشف، ما فيهوش نقطه ميه، ونضيف طبعا. هتبداي بقى ان انت تغطيها وتدخلي بيها التلاجة ليله كامله، او يعني على الاقل 4 5 ساعات، عشان القوام بتاعها ايه يتظبط معاكي. وده كده شكل النوتيلا بتاعتي بعد ما قعدتها في التلاجة 4 5 ساعات. بصي القوام بتاعها متماسك، وبصي بقى اللون بتاعها. على فكرة أنا عايزة أوضح لك نقطة، إن اللون الفاتح للنوتيلا ناتج عن إن أنا استخدمت كمية الكاكاو مش كلها خام، استخدمت نص الكمية كاكاو محلاة اللي احنا بنعملها لأولادنا عادية خالص، وعليها بس معلقتين من الكاكاو الخام، يعني حطيت خليط بين الاتنين. ودي خطوة مهمة جدا عشان تديكي نفس لون النوتيلا الجاهزة. طبعا انت شايفة النوتيلا اللون بتاعها عامل ازاي، والقوام بصي القوام بتاعها متماسك ازاي. يعني بجد مش قادرة اوصفلك الجمال بتاعها والطعم بتاعها. اقسم بالله مش هتعرفي تفرقيها عن النوتيلا الجاهزة. مش هقولك ان هي اقتصادية وعملناها بمية بقى وبتاع، لا طبعا ما بقاش في حاجة دلوقتي اسمها اقتصادية، بس على الاقل عملت كمية كبيرة يمكن بحق برطمان واحد من النوتيلا الجاهزة اللي احنا بنشتريها. هتعملي كمية حلوة، ولادك هياكلوها ومش هيصدقوا ان انت عاملاها بايديكي في البيت. كل اللي هيدوقها عندك هيفكر ان انت جايباها جاهزة. بصي كده انا حبيت ان انا اوريها لك وهي مفروده كده على التوست، القوام بتاعها الكريمي والمطه بتاعتها واللون بتاعها الفاتح. واهم خطوه وخطوه اساسيه اوعي تستغني عنها، ان انت ما تستخدمي الكميه كلها كاكاو خام، لا استخدمي كاكاو من اللي هي بتتباع في السوبر ماركت اللي احنا بنشربها ونعملها لاولادنا. هتديكي نتيجه ممتازه للنوتيلا زي ما انت شايفه. انا عايزه اقول لك الوصفه دي يمكن لتاني مره اعملها على القناه، بس كانت طبعا من فتره حبيت ان انا اعملها معاكم. احنا داخلين على المدارس واولادنا بيحبوا سندوتشات النوتيلا. ممكن تعملي لهم كده فطير بالنوتيلا، ممكن تعملي لهم كده على كيكه تحطها لهم كده في المعجنات، يعني لا غنى عنها ومعشوقة الكبار والصغار. وطبعا النتيجة واضحة قدامك، وزي ما انت شايفة كده اللون بتاعها تحفة، وكمان الطعم مش هتفرقيها عن الجاهزة، والقوام والمطة بتاعتها حاجة كده في منتهى الجمال. ان شاء الله هتجربي الطريقة وهتعجبك وهتعتمديها وهتخليها دايما في تلاجتك. اتمنى الوصفة تعجبكم، ونتقابل الفيديو الجاي على خير ان شاء الله.